مفيش بني ادم على وجه الارض يستاهل انك انت تسلم مفاتيح قلبك ومودك وحياتك ومشاعرك ليه. مرن مخك انك ما تزعلش على اي حاجه اللي تستاهل. بس حسيت من جواك ان ربنا زعلان منك، اهل بيتك، والدك، والدتك، زوجتك، عيالك، الناس المهمه اللي تستاهل زعلك بجد. لكن حد بره بقى في الشارع، صحابك، زمايلك في الشغل، الناس كلها على دماغنا والناس كلها خير وبركه. بس والله مهما تعمل في حياتك ما هتعرف تراضي جميع الاطراف. ما تقعدش تعاتب، ما تقولش انت زعلتني، ضايقتني، جرحتني، انسى. ما تعاتبش. ليه؟ علشان ما عادش فيه طاقه. الانرجي اللي قد كده اللي موجوده عندنا من باب اولى نستخدمها في شغلنا، اكل عيشنا يعني. طموح، هدف عايز توصل له، عايز تحققه، الباور اللي عندك ده تخليه موجود عندك ينفعك مع اهل بيتك. كلمه حلوه، عتاب لا قدر الله لو حصل مشكله. ففي اولويات. فمرن مخك ان مش اي حاجه تستاهل زعلك. والله ما في اي حاجه تستاهل زعلك ابدا، ولا حد هينفعك. وعود نفسك ما تنامش زعلان على قد ما تقدر. ذوق عافيه، علشان صدقني والله الزعل مميت. الزعل مميت. شيل من دماغك، شيل من دماغك خالص وروق واهدى. الدنيا هتبقى تمام. محدش يستاهل زعلك. سكتة قلبية، سكتة دماغية لا قدر الله، لا. في ناس عايزاك، في ناس في ظهرك، في بقاء مفتوحة، في ناس عايزاك في حياتها، في ناس تستاهل انك تعيش عشانها. مش اي حد والسلام نسلمه مودنا وحياتنا ومشاعرنا واحاسيسنا. سلم عليا يبقى انا اسعد واحد في الدنيا، ما سلمش عليا فانا اكره حياتي. لا، مين ده؟ ما اتخلقش. لكن واحد دخل ما سلمش عليا يبقى انا كرهت الدنيا ومش رايح الشغل ومخنوق ومزاجي زفت والحياه كلها بقت سودة. ولو سلم عليا العكس ابقى مبسوط وفرحان. يبقى انا كده بسلم مفاتيح قلبي ومودي مع ناس للاسف ملهاش اي 30 لازمه. ركز في الكلام واسمعوا تاني. باي باي.